وللمعلومه كاينين تي 5 اللي كيجيو اطول على هادو بتقريبا 20 سنتيم وكيكونوا ارخص على هادو. الله يجزيك بخير. انت هو عينيا قلتي لي ناخذها وقلتي لي رجع اللور بصراحه. ولكن الدخل ديالها بالنسبه للموديل ديالها والكيلومتراج اللي ضاربه صعيب تلقى السياره بحالها. الا كنتو كتعتقدوا هاد النوع ديال السيارات ما مطلوبش راكم غالطين. هاد السيارة هو دار معايا شي حوايج ما يديروهمش معايا، خوتي ما يديروهمش معايا، والحمد لله طلع كلشي بخير الحمد لله. السلام عليكم. الفيديو ديال اليوم على هاد السياره اللي كتشوفوا قدامكم اللي هي تي 5. جيت نشوفها لواحد خونا من فرنسا. قبل من الفيديو كما العاده قلبت الموتور اللي هو اهم حاجه والفيتاز والكاروسيري واش دارت كسيده ولا لا. والسياره الصراحه هي سالم وحتى الكرول جا معاها. وهاد السياره الخوت شراها هاد البائع ديريكت من عند الفولكس فاغن. وهاد السياره عندها غير جوج اليدين. وللمعلومه كاينين تي 5 اللي كيجيو اطول على هادو بتقريبا 20 سنتيم وكيكونوا ارخص على هادو. السبب علاش هادو غاليين على الاخرين هادي الطول ديالها بحال السياره العاديه، يعني تقدر تباركي في اي بلاصه. دابا غادي نشوفوا لداخل وتشوفوا النقه اللي فيها. وملي كتشوفوا السياره بهاد النقه هذا يعني ان اللي كانت عندهم كانوا كيتهلاو فيها ديال بصح. وكما كيقولوا الالمان الا السياره دازت عند جوج اليدين كيقولوا كانت عند 4 اليدين، يعني كل واحد فيهم كان رافدها بحال واحد طفل صغير. هاد السياره صراحه انا عمرني ما فكرت نشريها لراسي، لكن ملي شفت هذه تغير الراي. هذه الخوت يقدر يشريها اي واحد، ماشي ضروري حتى يكونوا عندك 5 د الاطفال ولا 6 د الاطفال. هذه يقدر يشريها اي واحد حتى الا كانوا عندك جوج الاطفال ولا الا ما عندكش كاع الاطفال، وحتى الا كنتي عزري هذه غادي تصلح لك. هاد الكراسي اللي كتشوفوا الخلفيين تقدر تدفعهم للقدام ويكون عندك لامال كبيره، ولا تقدر تحيدهم كاع وتخرجهم من السياره ويكون عندك لامال كبيره باش تنقل الاغراض ديالك، او تقدر تنعسهم ويكون عندك تما سرير تقدر تنعس عليه. وكما كتشوفوا تقريبا منزل متنقل، بقات له غير الطواليت والكوزينه. هادو تقدر تحلهم من جهه الكفر وتقدر تحلهم حتى من هاد الجهه. هاد الكراسي الوسطانيين فيهم جوج ديال المجورات كل واحد والمجر ديالو، وهاد الكراسي تقدر ترجعهم وتدورهم. وهاد الطبله اللي كتشوفوا تقدر تطويها وتنزلها لتحت باش ترجع هاد الكرسي للور وتدورو. هاد الكراسي دابا دايرين في الاتجاه المعاكس، تقدر تجلس عليهم الا كانت السياره واقفه، اما الا كانت السياره ماشيه فضروري خصك تدورهم في اتجاه السير. هاد البلاصه ديال اللور من هاد الزاج حتى للخلف عنده السيستم ديال الكليمه بوحدو والاضواء ديالو بوحدو كتحكم بهم بوحدهم. والسياره كما كتشوفوا سياره نقيه، السياره قلبتها كامله ما لقيتش فيها العيب، فيها مينيمال ديال الخباشي القدام وهداك الشيء اكسبتابل ومقبول لانها كتبقى سياره مستعمله وماشي جديده. ولكن الدخل ديالها بالنسبه للموديل ديالها والكيلومتراج اللي ضاربه صعيب تلقى السياره بحالها. هاد الباب الجانبي كتحلو وكتسدو الكتريك. من بعد ما توفقنا وشرينا التيغوان لخونا اللي جانا من اسبانيا، وتوفقنا كذلك شرينا المرسيدس لخونا اللي جانا من فرنسا، وكذلك الخونا اللي شرا التوران من فرنسا، وتوفقنا حتى في هذه اللي غادي يجي عندها ان شاء الله خونا من فرنسا اللي قال لي انا درت فيك الثقه، الا قلتي لي خذها ناخذها، الا قلتي لي ما تاخذهاش ما ناخذهاش. الا كنتو كتعتقدوا هاد النوع ديال السيارات ما مطلوبش راكم غالطين. هاد السيارات مطلوبين بزاف في المانيا وحتى في خارج المانيا. يمكن انا هو الاول اللي درت فيديو على تي 5 في اليوتيوب العربي. الكفر ماشي الكتريك، فيهم الالكتريك ولكن قلال بزاف. بصراحه اللون جا معاه بزاف، وخصوصا بهاد الجريل في الكحل بيانو والخطوطات ديال الكروم. السعر ديالها باش حطها مول الكراج في الانترنت حطها ب 16900 اورو، بقات لنا معاه نزلناها له حتى ل 16000 اورو. شاركوا معنا الرأي ديالكم في التعاليق كي جاتكم السيارة، وواش فكرتوا شي مرة تشريو هاد النوع ديال السيارات. وهاد البائع عنده بزاف ديال السيارات هنايا، واللي بغى شي حاجة يتواصل معايا مرحبا به. هاد الفيديو غادي نكملوها الخوت ملي غادي يجي الاخ ديالنا يدي السيارة ديالو.
وهنايا الخوت الاخ ديالنا كيدير المازوت كيعمر البلان باش يشد الطريق، والثمن ديال المازوت كما كتشوفوا داير هنايا اورو 54. هذه هي السيارة كما كتشوفوا، البلايك جابوه معاه من فرنسا. اول الخوت كما كتشوفوا دار 76 لتر، جات لها 117 اورو. 76 لتر يعني ريزيرفوار كبير. والخوت كما كتشوفوا الاخ ديالنا راه فرحان، راه شاد الطريق ديالو، ان شاء الله الله يوصلو بخير والله يدخلها عليه بالخير. هاد السياره هاد السياره الموديل ديالها 5 2014 اوتوماتيك كما كتشوفوا، دي اس بي، فيها كليما اوتوماتيك، فيها باك بيلوت القدام واللور الى اخره، فيها لي زوبسيون مزيانين. السعه ديال المحرك 2.0 بقوه 179 حصان، محرك ديال الديزل بطبيعه الحال. ودابا كتبوا لنا في التعاليق شحال كتعتقدوا هاد السياره تمشات. شوفوا النقا، ها هو النقا. كتبوا لنا دابا في التعاليق شحال كتعتقدوا هاد السياره ماشيه، وغادي نقول لكم، نصبر شويه ونقول لكم. والاخ ديالنا غادي يعطينا واحد الكلمه. تفضل. بصراحه الدري وقف معايا واحد الوقفه ديال الرجاله، اول ما شفت السياره عيطت عليه، وقف معايا وقفه مزيانه الحمد لله. عيطت عليه قال لي ماشي مشكل، مشى شاف لي السياره وقلت ليه بالتفصيل، قلت ليه الله يجزيك بخير، انت هو عينيا. قلت لي ناخذها قلت لي رجع اللور. بصراحه قال لي راه كلشي مزيان. جيت خلصتها عليهم واخا ما شفتهاش، هو دار معايا شي حوايج ما يديروهمش معايا خوتي، ما يديروهمش معايا، والحمد لله طلع كلشي بخير الحمد لله. دوزت تلقى لي في التران ووصلني حتى لعند السيد، تفاهم معايا في كل شيء. انا ما عنديش اللغه الالمانيه، والحمد لله يسرت الامور. خدينا السياره وحنا غاديين في حالنا، وكنشكروا بزاف اللي بغى يتواصل معاه، راه الثقه التامه. الله يسخر لكم الامور، الله يعاونكم. هما الخوت، نوري لكم اللور ديالها. سياره نقيه الصراحه، عنده واحد الحظ عند الاخ، سياره نقيه والسعر مناسب. غادي نحط لكم السعر ديالها والكيلومتراج ماشيه 242 الف كيلومتر. ما تنساوش تضغطوا على الاعجاب بالفيديو، واللي بغى يتواصل معايا في الواتساب الرقم هذا هو. كان معكم خوكم، السلام عليكم.